السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة والعافية إن شاء الله. عارفة راسي غبرت عليكم بزاف، وغادي نرجع معكم إن شاء الله بفيديوهات جديدة. غادي نخليكم تشوفوا معايا هاد الفطائر اولا لي كريب مالحين معمرين كيجيو لذاذين بزاف. كنعتمدهم هكا في العشاء مع شي صوبه او حريره، كيجيو غزالين بزاف وكنعطيهم حتى الوليدات يديوهم معاهم المدرسه. كنوجدهم هكا بالليل والصباح كنحمرهم وندير لهم في الطويصات ديالهم كيديوهم، كيجيو رائعين. وحتى بالنسبه للوليدات اللي ما كياكلوش الخضره فراه كياكلوها في هذه الوصفه هذه. بالنسبه للحشوه اللي غادي نديروا بها هاد الكريب هادو، غادي ناخذوا هنايا البورو اولا بصيله لاي نوع، سواء البيضاء او الحمراء، المهم اللي توفر لكم. كنقطعها هكا رقيقه بزاف وكندير عليها زويته بلديه. صافي كنشحر داك البورو مزيان حتى كيبدا يدبل. وغادي نزيدوا هنايا الخيزو. عندي خيزو ديال خيزو، واحد 5 ديال الخيزويات حكيتهم ومن نقيتهم وحكيتهم بهذه الطريقه هذه، راه رقاقين. كنضيفهم على داك البورو وكنخليهم يتشحروا مزيان. المهم غير كيدبل واحد شويه كنزيد عليهم القرعه خضراء حتى هي حكيتها بنفس الطريقه. خديت واحد نص كيلو، نقص منه واحد 2 حبات، المهم تقريبا واحد 6 ولا 7 ديال الحبات ديال القرعه. صافي زدت مليحه وغادي نزيد شويه ديال البزار، شويه ديال التحميره هكا باش تعطينا اللون. وغادي نزيد راس ديال المعلقه ديال الحار، كيبقى اختياري. المهم انا درت غير شويه على حساب الوليدات، درت غير شويه باش هكا ما تجيهمش حاره. المهم كتبنن داك الحشوه وصافي. وهنايا زدت راس ديال المعلقه ديال الثوم بودره، اللي ما كيبغيش يدير 2 فصوص ديال الثومه. نخلي الحشوه ديالي طيب مزيان. غادي طيب لي داك الخضيره مع محكوكه رقيقه راه دغيا كطيب. هنايا كما شفتوا دبالت الخضره مزيان. زدت واحد ربعه ديال الكفته ديال اللحم، ممكن نديروا ديال الدجاج. وهنايا من بعد ما طابت ليا الكفته مزيان زدت واحد 3 ديال الفرماجات مثلثين اولا ديروا الفرماج مربع وشويه ديال الربيع. هاد الفرماج هذا كيعطي داك التعليكه، كيجمع لينا الحشوه ما كتبقاش مفتته، كترجع هكا مجموعه كما كتشوف، وكتجي لذيذه بزاف، كتجي رائعه هاد الحشوه هذه. غادي ندوز دابا نوجدوا الكريب ديالنا. غادي ناخذ هنايا 2 ديال البيضات، شويه ديال الملحه. غادي نخلط هذا البيض هذا مزيان هكا، وغادي نزيد عليه نسيترو ديال الحليب عادي، المهم من الثلاجه. صافي غادي نحرك مزيان وغادي نزيد الزبده. عندي واحد 2 معالق ديال الزبده مذوبه، وعندي 2 كيسان ديال العنبه ديال الطحين. هذا الخليط هذا من الاحسن ديروه مباشره في الخلاط الكهربائي. انا خلطته هنا وعاد درته في الخلاط الكهربائي وتتخلط مزيان. المهم ما كيبقاوش فيه داك الحبيبات، لحقاش ممكن ما ديروهش هكا في الخلاط، غير هو صفيوه. صافي من بعد ما خلطته في الخلاط غادي نزيد عليه شويه ديال المعدنوس، غير المعدنوس بوحديه قطعته وخليته غليظ، يعني ماشي قطعته كبير بزاف، غير ماشي قطعته زعما رقيق بزاف، غير هكا خليته غير شويه كبير. خديت مقله وغادي ندهنها شويه بالزيت وغادي نبدا نطيب فيها الكريب. المهم راه كيطيبوا كيجيو غزالين بزاف وما كيجيوش فيهم داك الزفوريه ديال البيض، لحقاش كيجي فيهم غير كتجي فيهم غير ريحه ديال المعدنوس. وممكن تستغناو عليه الا ما بغيتوش، ممكن تستغناو عليه. غادي نطيب الكريب، غادي نديرهم غادي نطيبهم من الجهتين كيف موالفين كنطيبوا الكريب ديالنا هكا. كيجيو على هذا الشكل هذا، وانا راه كنحمرهم ما كنخليهمش بويض، واخا غادي يعاودوا يتحمروا في المقله. المهم كنطيب الكريب مزيان، كنبغيهم هكا يجيوني طايبين. صافي غادي نكمل دابا، غادي نكمل الكريب ديالي كامل وعاد ندوزو ان شاء الله نعمروهم.
وهنايا ساليت الكميه اللي عندي ديال الكريب كاملين. كما كتشوفوا كيجيو على هذا الشكل هذا، كيجيو خفافين بزاف وكيجيو لذاذين. هنايا ممكن انكم تعمروهم غير بالفرماج بالموتزاريلا وشويه ديال الفرماج احمر، كيجيو غزالين بزاف وتتحمروهم غير هكاك وصافي. هنايا خديت الكريب ديالي سرحته كامل فوق الرخامه. مهم انا كندير هاد الطريقه هذه باش كيجيني الكريب كله عامر، يعني ما كنديرش وحده بوحده. بعض المرات تقدر تبقى ناقصاني الحشوه وبعض المرات تبقى شيطه ليا. اللهم هاد الطريقه كتجي زوينه، كيجي كله عامر. وهاد بالنسبه لهاد الكميه اللي عطيتكم ديال الخضره والكفته راه كيجيو معمرين مزيان، كيجيو زوينين في العضه. المهم هنايا عمرتهم كاملين. كناخد الفرماج ديال الساندويتش كنديرو هو الاول، كندير كل كريب فيه وحده ومن بعد كندير الحشوه. كنحط الحشوه على هذا الشكل هذا. صافي كنجيب واحد زليفه فيها واحد المعلقه صغيره ديال الطحين وكنخلط بشويه ديال الماء. صافي كنبدا نطويهم على شكل مربع بحال الشكل ديال المسمن. صافي كنبدا ندير شويه ديال الدقيق اللي خلطته مع الماء صافي، وكنبدا نسد به بحال هكايا. كيجيو على هذا الشكل هذا. وممكن انكم ديروهم هكا في الثلاجه، راه كيبقاو لمده 3 ايام في الثلاجه، ما كيوقع لهم حتى شي حاجه. هكا تعتمدوهم، هكا تعطيهم للوليدات يديهم معاهم للمدرسه. انا كنديرهم هكا في الليل، والصباح كنديرهم في المقله يتحمروا، وكنعطيهم هكا للدراري يديهم للمدرسه. وكما كتشوفوا يمكن لكم ديروهم حتى في العشاء، كيجيو غزالين بزاف، ولا في الكوتي. المهم اللي بغيتو كنرافقهم هكا حتى مع شويه ديال الحريره اولا الصوبه، كيجيو زوينين. صافي غادي نكمل انا الكميه اللي عندي كامله. هذه هي الكميه كامله اللي درت ديال الكريب. راه كما كتشوفوا عطاتني 11 الحبه ديال الكريب. صافي خديت نفس المقله اللي طيبت فيها الكريب، وغادي ندير فيها هكا شويه ديال الزيت، غير زيت العاديه، وغادي ندوز على المقله هكا بالشيته. صافي وغادي نحط هكا الكريب ديالي يتحمروا من الجوانب بزوج. صافي وهكا كيكونوا واجدين. مهم خاصكم تبقاو حداهم لحقاش دغيا كيتحمروا، تبقاو هكا تقلبوا مره مره فيهم حتى ياخذوا داك اللون. صافي وعاد كتحيدوهم كديروهم في فوق واحد المنيد اللي كيشربوا داك الزيت، اولا فوق الورق ديال المطبخ. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكريب اللي حضرت معكم اليوم. كيجيو رائعين، كيجيو لذاذين ومعلكين، كيجيو غزالين بزاف. كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوهم، غادي يعجبوكم. نتلاقاو في الفيديو الماجي ان شاء الله. السلام عليكم.